حبايبي زي ما انتوا شايفين كده من اول الروف هنتفرج على المهزلة. انا في اليوم ده يا جماعة انا من الناس المغضوبين عليهم. يعني تخيلوا انتوا بقى المية اللي في الشوارع دي كلها انا عندي في الروف. طبعا ده عقاب ليه عشان السقف طبعا من غير البرجولة من غير سقف او من غير حاجة تحوش ده كله. بجد بجد كان يوم صعب. تاني يوم المطر بصوا الدنيا عامت والله والله. قبلها بيوم انا ماسكه الروف ده نفضاه. عارفين يعني ايه نفضها؟ يعني مخليها زي القشطه. ويمكن لو شفتوا حوالين المخدات في الاول وانا بعمل كانت الدنيا مدعكه. بقالي 6 شهور واكتر ما كنتش فيه، وجيت خدته وقلت بقى انضف اوضب فيه شويه، كان مبهدل تراب وكده. وبعد ما عملته بيوم، يعني اليوم تاني يوم المطر عملت فيه المنظر اللي انتوا شايفينه ده. انا بقى اللي مزعلني الركنه زي ما انتوا شايفين كده، الركنه كلها عليها الميه اللي انتوا شايفينها دي. يعني مش متخيلين المنظر. انا جيت على الميه بجد بجد، انتوا هتلاحظوا ان انا طول الوقت مكشره. انا اتصدمت بجد، بامانه اتصدمت وما تخيلتش كميه الميه دي. وهنرجع ونقول اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين يا رب تكونوا بخير، واهلا بكم في يوميات منال. طبعا يا ريت مش طبعا يا ريت يا ريت يعني للمهزله اللي انا فيها دي رأفة بيا اعملوا لايك واشتركوا في القناه. انا بضحك من قهرتي والله. انتوا مش متخيلين انا يوم المطر ده يعني نايمه بالليل كده عماله افكر يا ترى بكره ده هيبقى شكل الروف ايه، يا ترى يا ترى. ماشي. وما كانش ينفع اطلع لان الاسانسير اتفصل، لان المطر ده جه مفاجئ. انتوا طبعا كله شاف المنظر. وما كانش ينفع نطلع الدور ال 12 ماشي من غير الاسانسير. جوزي ربنا يكرمه طلع في عز المطر واتبهدل بامانه، وفي الاخر لقى المفتاح اللي معاه مش مفتاح الروف. تخيلوا انتوا بقى. طبعا قلنا خلاص استعوضنا ربنا في كل حاجة حواليا طبعا، وقلت انا ونصيبي بكرة اما اروح. جيت طبعا فصلت النور اول ما دخلت، لان طبعا الكهرباء لازم تتفصل، لان انا مش عارفة ايه اللي حصل جوه بالظبط. ودخلت بقى. بصوا انتوا بصوا للعلبة دي هتعرفوا كمية المية اللي موجودة في الروف والله انتوا كده مش شايفين برضو الكمية، خلي بالكم. انتوا مش متوقعين هي غويطة قد ايه. بصوا للعلبة، طول ما العلبة دي بتعوم كده وبتلعب كده اعرفوا كمية المية لان هي كتيرة. بصوا العلبة، شايفين؟ طبعا ما كانش ينفع ازيح لان انا لوحدي طول الوقت، ما كانش معايا حد. معايا ربنا طبعا سبحانه وتعالى. كنت لوحدي. ففي الاول قلت ايه، مش هينفع ازيح بالمساحه، لازم حد قصادي. بعد كده لقيتني بقى ايه، عارفين بمشي مشيه مش عارفه امشي اقول لكم مشيه ايه، مشيه البطه بايني ولا مشيه الوزه، مش عارفه بقولها ايه. لقيتني عامله زي المتكسحين كده بمشي خطوه خطوه. المهم رحت قلت لا هعمل بالمساحه. احاول باخد شويه الميه اروح اجري بيهم على المطبخ، لان البيبه هناك. لان صراحه اللي عمل الروف الله يسامحه عامله واطي على الحته ديت. تخيلوا انتوا بقى اي حاجه في الركنه، يعني انت لو بس الزرع الميه بتتكوم هنا. تمام. فتخيلوا انتوا بقى المطر اللي في الشارع ده كله، والميه اللي انتوا شايفينها في الشوارع والطين، وده كله ده كله في الروف عندي. يعني الروف خد الميه دي كلها. فقعدت انزح فيه والله والله يا جماعه. انا فضلت شغاله في الروف من الساعه 12 الظهر لغاية الساعة 8 بالليل، وانا بلم في المدعكة اللي انتوا شايفينها دي. عملت الاوض، هي الاوض الحمد لله ربنا كرمني المية، يعني في اوضة منهم بس كان فيها مية بسيطة، مع انها يعني معمولة وصاج وكده ومتقفلة. بس برضو كان في نسبة مية كده فيها. لكن المشكلة كلها كانت في الروف، كمية مية رهيبة. واللي مزعلني بقى اكتر المية امرها سهل، بمعنى هتعب شويه في شيلها وكده. وتخيلوا بقى انا في عز التلج واقفه حافيه وعايمه في الميه اللي انتوا شايفينها دي. بس بقى اللي مزعلني الركنه بجد بجد. الركنه زي ما انتوا شايفين كده، هي والله ما قادره امد ايدي عليها. يعني انتوا عارفين أنا بقيت عايزه اشيل في الميه ومخنوقه ومتضايقه عشان ما اجيش جنبها واتنكد اكتر، لان انا عارفه ان في الميه دي كلها عليها، لان دي فوقيها برجوله. تمام. حاجات بسيطه متغطيه منها بس بتنزل ميه. ومش ميه بس، ده ميه بطينه. انتوا متخيلين ان التراب اللي يبقى فوق السقف كله يجي على الركنة على الارض كده امرها سهل، همسح مفيش مشكله وبالميه كل حاجه بتنضف. لكن السفنج بتاع الركنه بقى ده اللي كان بالنسبه لي مشكله. والفرش اللي هو الكسوه وما تحت الكسوه. المهم ايه، قعدت اشيل في الميه. طلعت مرات الحارس تحت من تحت قالت لي ام فاطمه ساعدك. طب هي معاها عيال صغننين كده والدنيا بجد. قلت لها بقول لك ايه، قالت لها لا سيبيني كده انا عايمه لوحدي مع نفسي مفيش مشكله. كتير عليك؟ قلت لها لا مش كتير ولا حاجه، انا بدل مع نفسي ما ايه
يعني هستعين بالله كده وربنا معين ان انا اخلصه. قعدت بقى شويه. بعد ما خلصت طبعا بقى الميه، قلت لازم بقى كل ده يتشال. اولا مش هينفع اركن الكسوه دي لتاني يوم، يعني اقول كفايه عليا اشيل الميه، مش هينفع. لسبب، بصوا الحيطان الميه عامله ازاي. الكسوه لو قعدت على الفرش كده لبكره هيبقى ريحته صعب. بصوا بصوا الطينه، يعني الطينه بجد بجد منظرها صعب. طبعا فكيت طبعا الشغل بتاع المنجد ده اساسا، وطلعت سفنج. بصوا انا مش عايزه اصدمكم واوريكم الطينه اللي، بصوا المنظر. طبعا دي انتوا عارفين لون البافتا لونها ايه، او الدمور. انا مش عارفه دمور ولا بافتا اساسا. المهم بصوا الطينه واصله فين اهي. طبعا ده هغسله، ودوت هركنه يبقى ايه، يتهوى. الله اعلم بقى، ياخد لي يومين ثلاثه انا ونصيبي. كده فكيت كله اهوت. والمخدات، الا المخدات الصغيره دي، المخدات الصغننه دي كلها بجد عباره عن ميه وطينه. خدتها طبعا اغسلها، هو باين عليا محكوم عليا يومين ورا بعض اغسل في مخدات. المهم، خدت بقى طبعا كل ده، وايه قلت بقى لازم اغسله عشان احس ان انا ارتحت شويه. طبعا انا سبت المطبخ، لان المطبخ قبلها انا كنت سايباه، وقلت ايه، عايزه افوره. يعني اللي كانوا فيه قبل ما اخده. ما انا قلت لكم 6 شهور ما كنتش موجوده فيه. آه، في يعني دهون وحاجات كده في المطبخ، والدنيا مش عجباني. فقلت خليه اعمله لوحده. طبعا بعد المهزله دي ابقى كدابه لو قلت لكم ان انا اقدر اعمل المطبخ. انا كل اللي عملته ان انا ايه، نضفت هنا. بصوا، فكيت الكسوه كلها وسايباها طبعا تنشف. وهغسل بقى كل دول. طبعا الغساله الجميله ديت في عز التلج ده، وانتم متخيلينها في الدور ال 13، عشان الناس بتقول الدنيا ساقعه ومش ساقعه وانا بخاف من السقعه. يعني انا من الناس اللي ماليش في السقعه اساسا. فكان يوم بجد، والله والله انا النهارده، انا يمكن انا بسجل لكم الصوت تاني يوم. انا قاعده والله ايديا ورجليا منملين من كتر بقى يعني من كتر السقعه اللي شربتها امبارح، ومن كتر التعب اللي تعبته. بجد بجد كان مهزله بجد بامانه. بصوا انا طبعا غسلت انا بطفي الغساله من قدام الكاميرا، بحاول اختصر وقت. ماشي. احط بقى عملت الخداديات الاول عشان تبقى ايه، الميه نظيفه وكده. قلت اخد ايه الابيض الاول كله، الخداديات والكسوه. ماشي. يا ريت بقى اللي يشوفني لاول مره ما ينساش يشترك في القناه ويفعل الجرس ويعمل لايك، عشان ان شاء الله كده يوصلكوا كل جديد. ده لو في نصيب وقدرت اكمل. انا النهارده قاعده متكلفته وحالتي حاله، ايشي شرابات ومشغله الدفايه وقاعده في نمل طالع من ايديا ورجليا. بس انا مش غلطتي، بس انا اعمل ايه، لازم اقف كده. ما انا لو وقفت بالعبايه هتبهدل، ولو وقفت عفوا يعني بالشبشب او باي حاجه في رجلي، حتى لو لابسه كوتش برضو الميه هتخش فيه. تمام. فما فيش حل قدامي غير ان انا ما هعمل ايه طيب. ما هو أنا على رأي اسمه ده، ايه اللي جاب القلعه جنب البحر؟ لا، ده ايه اللي جاب الروف جنب الترع. ماشي. فطبعا كان غصب عني لازم اشيل كل ده، لازم. يا ريت بقى فضلا وليس امرا ترأفوا بحالتي، واصعب عليكم كده بالمهزله اللي انا فيها دي والتلج. وتشتركوا في القناه وتشرفوني كده وتنوروني، وتشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس وتعملوا لايك، عشان باذن الله ان شاء الله كده اخف من النمل اللي في ايدي ورجلي دوت واعمل جديد. او كده بقى خلصت. بص انا خليته روف والله زي القشطه، والله خليته زي الفل. اه طبعا انا في الاخر يا دوب ابتسمت كده، كانت توته انا بنشر وتوته عماله ترغي جنبي. ماشي. عماله تتكلم، فانا عماله اضحك ايه عليها عشان عماله تتكلم بصوت عالي. هي طبعا بتعلي صوتها على اساس مفكره ان التصوير شغال بصوت فبتغلس يعني. فانا عماله اقول لها صوتك مش طالع ما تخافيش، وعماله ايه، ابص عليها واضحك. دي اللي في الاخر بقى لما حسيت بشويه كده راحه. طبعا انا المفروض باذن، ادعوا لي ان شاء الله، ادعوا لي كده ربنا يكرمني واقفل الروف ده. بص هو هياخد مبلغ بصراحه، يعني عارفين، هو مش مبلغ بالنسبه للناس، بس بالنسبه لي انا مبلغ. مش هكدب عليكم، لان عايز يتعمل، شايفين البرجوله دي عايزه تتقفل كلها من فوق. وعشان تتقفل يعني ايه، سالت قالوا لي يعني في حدود كده يعني شويه حلوين برضه. المهم، نقول يا رب كده ونستعين بالله كده ان شاء الله ربنا يقوينا ويسهل لنا ان شاء الله ونعمله. وباذن الله. طبعا انا كنت هبيض والله، وكنت اعمل حاجه، ده الحمد لله ربنا كرمني إني ما عملتش كل ده، او ما بداتش فيه قبل
المطر اللي نزل ده، والله ده ربنا يرحمنا برحمته. كده طبعا بقى انا خلصت، ورجعنا تاني لنفس المخدات ونشرنا تاني برضو. خلصت دول واستنيت طبعا لغايه بالليل، انا كنت لسه بغسل على فكره. يعني انا كده عملت لكم نهايه الفيديو وكنت لسه بغسل، فلسه هكمل. وان شاء الله بقى ايه، ما تنسوش تشتركوا في القناه، تفعلوا الجرس، تعملوا لايك. انا ختمتها لكم بالعصافير عشان ما تبقوش مخنوقين ومتضايقين زيي. ايه رايكم في العصفورين الجميل دول؟ عصفورين عسل هم.